كتير من الامهات اللي ممكن تسأل سؤال مهم جدا: هل انا ابني كويس ولا عنده مشكلة اقدر الحقها من دلوقتي؟ خصوصا ان احنا الفترة دي بقى يظهر عندنا حالات توحد كتيرة، وللأسف ما بنكتشفش الموضوع غير متأخر او لما الموضوع فعلا بيظهر بشكل كبير على الاطفال. جايبه لكم النهارده شويه علامات بسيطه كده ممكن من خلالها نقدر نتعرف ان ابننا ده دخل في مرحله او دايره مش حلوه، فنبدا نتدارك الموضوع في اوله، خصوصا لو ظهرت عليه اكتر من علامه من اللي انا هوريها لكم النهارده. يا ريت تتابعوا معايا الفيديو وتركزوا جدا في كل الحركات اللي موجوده في الفيديو بتاع النهارده. عادي لما نلاقي ان طفلنا ممكن يكون عمل حركه من اللي انا هوريها لكم النهارده دي، بس اللي مش طبيعي ان احنا نلاقي ان الطفل بيكرر السلوك ده على طول وبشكل مبالغ فيه. ساعتها لازم تقفي مع نفسك كده وتعرفي ان ابنك فيه مشكله، ومش معنى ان ابني فيه مشكله ان انا اهملها عشان ما تكبرش. يا ريت لما تلاقوا اولادكم في حاجه ابتدت في سلوكهم تتغير تفوقوا وتقروا عن الموضوع عشان نتدارك الموضوع قبل ما يكبر، لان الدايره كل ما بتوسع كل ما بيبقى علاجها صعب، وقد يكون العلاج مش هنطلع باحسن النتائج. لكن لو تداركنا الموضوع في اوله، الموضوع بجد هيبقى سهل جدا في التعامل معايا انا كأم ومع ابني او بنتي في استقبالهم اللي انا هعمله. فيا ريت نركز جدا مع اطفالنا ومع حركاتهم من وهم صغيرين. ومش معنى ان ابنك او بنتك ما اتولدش بمرض التوحد ان هو خلاص كده مش هيجيله توحد. تعالوا مع بعض نشوف العلامات المبدئيه اللي ممكن تظهر على طفلك تشير ان طفلك ده بدأ في مرحله التوحد. بعد ما شفنا كل العلامات دي والحركات التكرارية أو المتكررة اللي الطفل ممكن يعملها كتير وفي أوقات كتير وبشكل مبالغ فيه، إن شاء الله لو حركة واحدة بس ساعتها لازم تخلي بالك من سلوك طفل عشان تشوف هو فعلا وصل لإيه. ويا ريت لو في أي حد عنده طفل توحد وطفل عنده فرط حركه او تشتت في الانتباه او كل من الامراض السلوكيه ديت، يا ريت يستعين بحد متخصص. بلاش اخبي على الموضوع واخاف ان انا اقول ان انا ابني عنده توحد او بنتي عندها توحد او ان عندي مشكله او ابني او بنتي عندهم مشكله. يا ريت نعالج المشكله، ما نقعدش نخاف ونداري على الموضوع، لان فعلا بجد الامراض السلوكيه صعب جدا علاجها لو اهملت فيها وسبناها وقلنا هم كويسين ما فهمش حاجه وكل الاطفال بيعملوا كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو فعلا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه بتاعتنا عشان توصل لكم كل جديد. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.